السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نشارك معكم كيكه كتجي اكثر من رائعه، مذاق ديال الكراميل والفول السوداني. مقادير بسيطه جدا وكتجي لذيذه بزاف، ما تشبعوش منها وكتوجد بسرعه. فكنتمنى الفيديو الى الاعجاب ديالكم. هنا عندي جوج ديال البيضات، عندي ساشي ديال سكر فاني، وعندي كاس مع عمرش ديال السكر. غنطربو مزيان بالطراب الكهربائي. هنا انا غنديرو في هذا المول اللي دهنتو بشويه ديال الزبده وشويه ديال ورشيت عليه الطحين. دابا غندير خليط ديال الكيك اللي حضرت كيفاش كيجي القوام ديالو، وغندخلو الفران حتى يطيب ليا من التحت، عاد نشعلو من الفوق. هنا عندي 2 معالق ديال النشا وكاس ديال الحليب، ولا متوفر عندكم الكريمه ديروا كاس ديال الكريمه السائله، ولا ما متوفرش عندكم ديروا فحالي 2 معالق صغارين ديال النشا وكاس ديال الحليب. خلطوا مزيان وضفتهم على الكراميل والماء اللي كنت درت في الكراميل. دابا غنبقى نخلط مزيان حتى يولي فحال الكراميل اللي كيتباع جاهز. صراحة كيجي رائع رائع في المذاق، جربوه اكيد غيعجبكم. تقدروا تستعملوه فاش كيتقال، تقدروا تستعملوه الحلويات، تقدروا تستعملوه بزاف الحاجات. كيجي فحال الكراميل اللي كيتباع. صافي كنبقى نخلط مزيان حتى يعقد ليا لاصوص ديال الكراميل.
هاد الكيكه كتجي رائعه واقتصاديه بمقادير بسيطه وكتجي لذيذه بزاف. هكا تقدموها للكوتي اولا للضياف، شي حاجه اللي واعره. انا غنقطع معكم واحد الطرف باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. تقدروا تخليوها هكا اولا تدخلوها شويه تبرد. هانتوما انا قطعت معكم واحد الطرف باش تشوفوا كيفاش كتجي لذيذه بزاف. فكنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتجربوه. ولا عجبكم ما تنساوش تعموني ولي لايك والاشتراك في القناه. نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. بسلام عليكم.